السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي تحديات الحياة. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو بتاعنا هنعمل طريقة عمل الجراجيش السادة، أو في البعض بيسميها المنين السادة، بطريقة مميزة ومقادير مظبوطة. ويلا نبدأ. نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة أنا معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. معايا بقى خلطة مميزة أنا اللي عاملاها. ينسون، معلقة ينسون، معلقة شمر، ذرة جرفة، آه، آه، ش- ز- رشة بسيطة أو ذرة بسيطة خالص من الزعتر. بضربهم مع بعض في الكبة لحد ما يطحنوا كويس، وأصفيهم بالمصفى. وأطحن معاهم 2 معلقة سمسم محمص. واقلب المقادير دي كلها مع بعضيها زي ما انتوا شفتوها في البولة يعني. عملوا معايا الكمية دي اللي في البولة، بضيفها على الدقيق وبقلبها كويس خالص. وبعد كده هواتي بضيف معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة حليب بودرة، ورشة ملح. واقلبهم كويس اللي هي المقادير الجافة مع بعضيها. واضيف بقى معايا، بقول لكم ان انا مش هضع كوب اللبن او المقادير السايلة على طول، الا لما انا ابس كويس كويس الدقيق مع السمنة والزيت. طب ايه مقادير من السمنة والزيت؟ حطيت كوب زي ما حضراتكم شايفينه، اللي هو المج الصغير الموجود في كل بيت عادي يعني. كله سمنة، يعني انا عاملة حساب ان السمنة مجمدة، فهو المج نازل ناقص شوية بساط. بس هو الكوب سمنة، والمج التاني زيت يكون نوعية كويسة خالص، علشان الجراجيش لو قعدت معايا يوم او 2 او عملت كمية اكتر من الكيلو، ما تعملش معاكي ريحة ولا طعم مش كويس. بقى ابس يعني ايه، زي ما الكتاب بيقول، زي ما بيقولوا، ابس كويس جدا 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 جدا، بحيث ان كل ذرة من الدقيق تتخلل مع السمنة والزيت. بتكون الجراجيش معايا دايبة دوب. طعمها رهيب بالخلطة اللي احنا عملناها، اللي هي الشمر واليانسون، وذرة الجرفة ورشة الزعتر. بتكون مقادير وطعم يعني مميز جدا جدا، وأتحداكم. ببس كويس، طبعا راجع مع بعض المقادير. يبقى انا معايا كيلو دقيق، حطيت عليهم رشة ملح، حطيت معلقة بيكنج باودر، حطيت معلقة حليب بودرة، والخلطة اللي احنا عملناها اللي هي السمسم مع الزعتر، مع رشة الزعتر البسيطة جدا، مع القرفة، مع الشمر، مع اليانسون. واقلبهم كويس جدا، وبس السمنة مع الزيت. طب انا ليه ينفع احط سمنة؟ كله هينفع، بس الافضل اللي بيخليها دايبة وبتبقى كده دايبة في البوج دوب وكويسة وممتازة، هو سمنة على زيت. سمنة على على زيت، افضل من السمنة لوحدها وافضل من الزيت لوحده. الاتنين مع بعض بيدوا ميكس رهيب وتحدي، وده سر من اسرار عمل الجراجيش. هتطلع معايا ممتازة. واكتبولي في التعليقات رأيكم، جربوها وقولولي في التعليقات رأيكم، وإن شاء الله بإذن الله هتكون معاكم ممتازة. ابتدي بقى أكب السوائل، أو أضيف السوائل. اللي هي معايا كوب من الحليب، كوب ماء عادي، ضيف عليه 3 معالق سكر، معلقة سكر عادية يعني، عشان هو اصلا ما بيتحطلوش كمية سكر. طبعا شوية السكر دول ما كانوش دايبين، لو ان انا جلبت كويس بالمعلقة، بس هيتعاملوا معانا في الدقيق، مفيش مشاكل. يبقى انا حطيت دلوقتي كوب من الحليب، وكوب من المية. طبعا انا عندي الاكواب مختلفة، بس كلهم بيشيلوا نفس المعيار، فانتي تتعاملي بنفس الكوباية معاكي يعني، هيديكي اظبط حاجه. يعني الكوبايه اللي هعمل بيها الميه، هي اللي بعاير بيها الحليب. يعني هي تكون نفس الكوبايه، وبرضو السمنه والزيت.
زي ما انتوا شايفين. انا هنا طبعا انا ممكن انك انت تستغني عن كوباية المية على حسب النوع. نص كوباية المية اللي انا ضفتها على حسب نوع الدقيق معاكي. انا عندي الدقيق بياخد مية يعني، فضفت نص كوباية مية تاني. ممكن انت تاخدي اقل من نص كوب الماء، وممكن ما تاخديش كوب الماء، وممكن تاخديه على حسب نوع الدقيق معاكي. بس الاساس معايا هو كوب من الحليب وكوب من الماء. طبعا نص الكوبايه اللي ضفناها دي على حسب نوع الدقيق معايا. انا طبعا انتوا ركزوا خالص في العجينه، بتبقى ايه السمك بتاعها، ولا هي طريه ولا هي ناشفه. اهم حاجه، لان ده برضو سر من اسرار نجاحها. شايفين العجينة معايا؟ طبعا انا فصلت الكاميرا وعجنت شوية مع نفسي ولميتها. بصوا شايفينها ممتازة بسم الله ما شاء الله، ممتازة ممتازة بسم الله ما شاء الله. اعجنيها كويس، بسيها كويس، التزمي بالمقادير، هتطلع معاكي احلى جراجيش. دقتيها وبالهنا والشفا على حضراتكم. زي ما انتوا شايفين طبعا انا بعجنها كويس علشان تبقى مظبوطة معايا وطرية، وانا بفرطها بالنشابة تكون ممتازة خالص. طبعا انا دلوقتي هضيف معلقة كبيرة من الزيت، زيت برضو نوعية كويسة. طب ليه بضيف معلقة؟ كنت ضفته مع المقادير، اللي هو كوباية السمن كوباية الزيت، وما كنتش يعني لا، دي ليها يعني ميزة مهمة جدا جدا، ان انا اضع معلقة من الزيت بعد ما اعجن واخلص. ليه؟ بتخليها ناعمة، سر ذوبانها، بتلم معايا العجينة، بتخلي العجينة ما تشجكش مني لو الجو برد، بتخليها ممتازة. ده سر من الاسرار برضو. التزمي بكل المقادير، التزمي بكل التكات، اسمعي الفيديو للاخر هتستفادي وتطلع معاكي احلى جراجيش تفطري بيها الصبح مع كوباية شاي بلبن، تفطري العيال قبل ما يروحوا المدرسة، لزوم التسالي في منتصف اليوم، يعني بين الوجبات ممتازة. زي ما انتوا شايفين حضراتكم، بعد ما عجنها كويس وادخل معلقة الزيت، العجينة كلها تتغلغل فيها، بسيبها بقى بتختمر. هي طبعا اخدت معايا نص ساعة خمر وكانت ممتازة. طب انا ممكن انا الجو عندي على حسب الجو عندك. عامة انا اول ما اشوفها ملت البولة ديتي يبقى كده هي اختمرت معايا وممتازة جدا. زي ما انتوا شايفين، صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ان كنت وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في قناة تحديات الحياة، وتشير الفيديو فضلا وليس امرا، ولايك منك بيرفع الفيديو في المقترحات. زي ما انتوا شايفين هنا هي اختمرت، يعني تضاعف حجمها. شايفين العجينة بتتحدث عن نفسها، انا مش محتاجة اتكلم، هي العجينة بتتحدث عن نفسها. ملبن يا اخواتي فظيعة بسم الله ما شاء الله. يعني انا هنا بقول لكم بص، لما انا باخد منها طبعا انا خدت مقدار كورة بفرطها معاكم بالنشابة. هي بتكون السمك بتاعها ولا هي تخينة ولا هي رفيعة، يعني ركزي كويس وانتي هتاخدي بالك من سمك العجينة وانا بفرطها. ولا هي رفيعة ولا هي تخينة، هي دي بتطلع معايا افضل جراجيش معايا. طبعا انا ضفت كيس خميرة فورية على المية، يعني ما كترش عن الكيس، او لو انا معايا فلتة احط معلقة كبيرة برضو علشان الخميرة لو كترت معايا بتخليها تنفخ، وانا مش عايزاها تنفخ، انا عايزاها تبقى معايا عادية. بس انا عملتها بشكل مستطيل. طبعا الاطراف الزيادة ديت انا باخدها وبلمها تاني وبرجع اعجنها. طبعا دي انا هاخدها لمها وارجع اعجنها تاني. بص بوريكم بقطعها. طبعا الشكل اللي انت تحبيه، في ناس تحبها عريضة، في ناس تحبها طويلة، في ناس يعني، بس هو ده افضل شكل.
شايفين العجينة من جوه بسم الله ما شاء الله، طرية معايا مش مشججة. ده سر من اسرار العجن الكويس، وان هي اخدت المية المظبوطة. طيب والمية مع الحليب ممكن احط حليب، يعني كوبايتين حليب. هو الافضل ان انا احط كوب من الماء وكوب من الحليب. هو ده افضل حاجة، واللي بتديني احسن جرمشة واحسن هشة. هو يعني المقادير امشي عليها باذن الله، هي مظبوطة جدا. طبعا انا خلصت ديكها وحطيتها في الصاج اللي احنا بندخله فرن الخبيز. وجبت قطعة تاني وبرضو بفردها، بوريكم ان انا عملتها مرة شكل مستطيل وشكل مربع، وعلى حسب ما انت تقطعيها الشكل الكويس معاكي. طبعا انا اهم حاجة انا اطيبها في فرن الخبيز او فرن الغاز العادي، فمش فرن البوتاجاز يعني. بهدي النار. طب اطيبها ازاي؟ النار بعد ما اسخن الفرن، النار تحت بتكون هادية جدا جدا جدا، ومن فوق هادية جدا، بحيث ان الصينية طبعا ما تطلعش معايا بسرعة ويبقى قلبها من جوه مش هش مش مقرمش. لا، هي بتطلع مقرمشة من بره ومن جوه دايبة دوب. اهم حاجة ان النار تكون من تحت هادية ومن فوق تكون هادية جدا. التزمي بكل التعليمات ديت، هيطلع معاكي احلى جراجيش بإذن الله. زي ما انتوا شايفين، بقول لكم ان زي ما انتوا عايزين تعملوها طويلة زي ما قطعناها قبل كده، عايزين تعملوها بالطول ده على حسب ما انت بتحبيها، في كوباية الشاي بلبن بتاعتك او كوباية الحليب بتاعك. يعني على حسب، في ناس تحبها عريضة، في ناس تحبها قصيرة. يعني انا شكلت كل عملت لكم كل المقاسات، بس انا المقاس الافضل بالنسبة لي هو الاولاني اللي عملته مع حضراتكم زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي في العجينة ده اللي هو الشمر واليانسون، انا صفيته كويس بالمصفى، بس طبعا هيبقى معايا حبيبات صغيرة من الشمر واليانسون والسمسم وكده، يعني سمسم محمص طبعا زي ما انتوا شايفين حضراتكم. طبعا زي ما انتوا عايزين. طبعا انا الزيادات او الشكل الغير مستوي او اللي هو مش مظبوط بركنه على جنب، وبرجع المه تاني وبعمله كرة تاني وبفرده تاني. ان شاء الله باذن الله هتلتزمي بالمقادير المظبوطة دي، هتطلعي احلى جراجيش معاكي باذن الله. طبعا انا الصاج او الصينيه اللي انا حطيت فيها يعني بدهنها بفرشه من السمن، يعني علشان ما تتحركش مني في الفرن. دي برضو ملحوظه. بس طبعا انا هعبيهم في صاج او هعبيهم في صينيه. هو بسم الله ما شاء الله كيلو الدقيق يعني عمل معايا كميه كويسه. بكيلو دقيق يعني هتملي البيت كله خير باذن الله زي ما انتوا شايفين. وطبعا هدخلهم الفرن، وبأكد على حضراتكم ان النار بتكون فرن الفرن يعني بتاع الغاز، النار بتكون هادية جدا جدا من تحت ومن فوق. وبقول لكم طبعا هي في كمية تاني، بس انا بوريكم الكمية اللي انا طلعتها. بسم الله ما شاء الله. طبعا احجام مختلفة زي ما قلت لكم، تقدري تعمليها الحجم اللي انت عايزاه. شايفين؟ والله لو كنت عايزة اسمعكم الصوت. ممتازة ممتازة ممتازة. ان كنتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتشيير الفيديو ولايك وكومنت جميل من حضرتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في فيديو قادم ان شاء الله بإذن الله.